السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي هذا في احسن حال. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. نروحوا على بركه الله. الوصفه تاعنا اليوم درت لي فون دي طارت. بون وجدتهم لي كيش بعجينه واحده. غادي نديروا الحلو والمالح. لي كيش اللي غادي نسحقوهم بزاف في رمضان ونلقاهم واجدين خير من اللي نضلوا، سيرتو الخدامات اللي عندهم تربيه، كل واحد وظروفه. المهم انا وجدت كميه وشاركتها معكم. هنا نروحوا للوصفه تاعنا. هنا في الريسيبيون تاعنا غادي نسحقوا 250 غرام تاع دهان. المهم كيله تاع دهان كما راكم تشوفوا. غادي ندير كيله تاع ما، نفس الكيله نعبروا بها. هنا الدهان ما كانش معمر حتى الفوق، عليها ما عمرتش الماء كاع الفوق. ونفس الكيله نديرها زيت، تما كيله دهان كيله ما كيله زيت. مغرفه كبيره تاع الخل، ونديروا قرصه هكا تاع الملح، حوالي ربع مغرف صغير هكا تاع الملح. وغادي نروحوا نخدموا الخليط تاعنا هذا بالبراميكسور. ما نديروش الباتور باش ما يقعدش يتزعط لنا كيما هكا، نخدموا بالبراميكسور احسن. كيما هكا نخلطوا المكونات تاعنا. بون هنايا غادي نعطيكم نصيحه، اللي تبغي العجينه تاعها تجي تتقرمش دير هاد الكيله اللي درتها انايا، كيله ما كيله دهان كيله زيت، اللي تبغيها تجي تتقرمش. واللي تبغيها تجيها مبسه شغل كي الصابلي، دير كيله تاع دهان ونص كيله تاع الزيت ونص كيله تاع الماء. تما كيله تاع دهان نديرو نصها زيت ونصها ماء. هذه باش تكونوا على بالكم بها. انا هاد الوصفه جاتني كي شغل تتقرمش كيما في الحلوين ماذا بينا تجينا تقرمش، خاطش غادي من بعد نعمروهم بلا كريم باتيسير ولا كريم دبلومات ولا تما تزيد تطرق شغل تزيد تطلق روحها. هنايا كي كملت الخلطه تاعي شوفوا لا كريم كي راهي شابه. قسمت الخليط تاعي على زوج باش ندير كيما قلت لكم الحلو والمالح. نقسموه على زوج. ما تنسوليش بهذاك الجميل. لو وصلتوا لهذه المرحله تاع الفيديو خواتاتي ربي يحفظكم. هنا في الكيله اللي غادي نديرها مالحه، ضفت هنايا الملح، غير شويه تاع الملح. وهنايا درت الاعشاب المنسمه، وغادي نبدا نضيف في الفارينه حتى تتلم لي العجينه. مهم تكون طريه شويه، ما نكثرش الفارينه حتى تقسح لنا، وكي طيب تزيد تقسح ومن بعد غادي نزيدو نطيبوها. المهم هنا العجينه المالحه كي نلموها كما قلت لكم تجي طريه شويه، ما نقصحوهاش بزاف. وغادي كي نطيبوها كشغل دوغي، نطيبوها نص طياب قد ما تشد روحها في ليمون ونقلعوها. خاطش من بعد ان شاء الله في رمضان الله كتب ربي كي نجبدوها غادي نزيدو نعمروها نزيدو نفرصوها بالكفته كان فريش بايض ولا بيشاميل ولا، وغادي نعاودو ندخلوها في الفرن حاجه باينه باش تزيد تحمر لنا ويطيب لنا هذاك الخليط اللي عمرناه معاه. تما هذه نطيبوها نص طياب. شوفوا هنا قعدت نضيف في الفارينه هكا بشويه حتى تحصلت على عجينه كما راكم تشوفوها طريه ماشي قاصحه، باش ما يجيكمش الحبه تاعكم قاصحين. اكد ونعاود. هنا في العجينه الحلوه ضفت قد مغرف ونص تاع سكر كريستاليزي نورمال. غادي نضيف هنا مغرف مليحه تاع لافاني باش تعطينا ديك النكهه شابه. وغادي ندير معاهم مبشور تاع ليمون، نديرو قد نص حبه هكا تاع مبشور كيما هكا. وهذه هي هكا. ونبداو نلمو في العجينه تاعنا ثاني بالفارينه، ما نقصحوهاش ثاني. شغله هاد العجينه الحلوه غادي نطيبوها غايه كما شفتوا في بدايه الفيديو. كاين نص راه طايب شغل نص طياب، والنص الاخر طيبته حمر. انا لي طارتولات نبغيهم مقرمشين، نبغيهم هكا شغل حمرين. هادو غادي نطيبوهم حمرين عادي، خاطش غادي نديرو فوقهم غير كريم باتيسير، ما غاديش نعاودو ندخلوهم في الفرن الخطره الجايه. يعني هاي اللي نطيبوهم حمرين كيما هكا. نلمو العجينه تاعنا طريه، ما نكثروش بزاف الفارينه كيما قلت لكم.
ونلمو. انا عجنوش غير نلمو، طريقه سهله وزعما توجدوها هكا تلقاوها كل حسنه في رمضان ان شاء الله. وما نغتنموا الفرصه هذاك اللي نروحوا نوجدوه ونعجنوه، نغتنموا الفرصه في قراءه القران والذكر. هذه هي. ربي يتقبل ان شاء الله. كما هكا عمرت لي مول تاوعي. انا عندي هادو اللي عندكم دوك المسنين ثاني يجوا رائعين في المطر. هكا نعمرو ونقلعوا الزوائد هكا بالخدمي، نديرو كره ونعمرو الحبات تاوعنا. تبغوهم غلاط شويه غلطوهم، تبغيتوهم رقاق نديروهم نيشان، ما نرقوهمش بزاف باش ما يجوناش قاصحين، يجونا ملحمين خير. هذه العجينه المالحه راني نخدم فيها. وهنا باش نفرقوا بيناتهم الا نديروا حيه كيما انا درت الاعشاب هكا المنسمه باش تبان لي ما بين الحلوه والمالحه. ممكن نبغوا نحتفظوا بهم نديروا قابصه فيها الحلو وقابصه فيها المالح ونكتبوا هكا باش ما نتخلطوش. هذا ما كان. والاحتفاظ بهم يكون هكا نورمال في البلاكار ولا في ماشي اوبليجي ندخلوهم في الكونجيلاتور عفوا. انا كملت الحبات تاوعي كاع كيما هكا. غادي ندير هكا الحلو والمالح نديرهم بهذا الشكل، طريقه سهله. ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو. عندي هاد القوالب ثاني هكا طوال هادو المسنين ثاني نديرهم بنفس الطريقه. والكوشه تاعي راهي شاعله كما قلت لكم. هادو نطيبوهم نص طيب، يطيبوا لنا بيضين ما نحمروهمش. تما لقنا نقعدوا واقفين حدا الكوشه غير نشفو نقلعوهم. صايبون كملت كاع هاد العمله. هنا قبل ما ندخلوهم للفرن، الفرن راه شاعل، قبل ما ندخلوهم للفرن تاعنا نشعلوا عليهم غير من تحت، نثقبوهم غايه بالفرشيطه. وكي تدخلوهم للفرن لا شتوهم نتفخوا لكم شويه هودوهم هكا شويه بيديكم عادي. هنا غادي نثقبوهم بصح غادي نتفخوا غير فتيته، ما فيهم لا فرفره ولا والو، بصح غادي نتفخوا غير شويه نهودوهم هكا بيدينا بلا ما نكسروا العجينه كيما هكا. ندخلوهم في الفرن وهما لا خرجوا. شوفوا كي طابوا كما قلت لكم. شوفوا بيضين قد ما شدوا رواحهم شويه قلعتهم. نقلعوهم فاسيلمون من المول تاعنا. هادو هما من بعد غير نعمروهم وصاي كما قلت لكم نفس الشيء. طيبت به العجينه الحلوه شاولا حمرتهم شويه كما قلت لكم في بدايه الفيديو. هنا الاحتفاظ بهم كما قلت لكم في قابصه ولا كيبردوا نستفوهم. انا كانت عندي قابصه هذه تاع الفريز كي كمل لي الفريز قلت ما نقيسهاش، هي غسلتها ودرت فيها كما هكا. والاخر غادي نديره في بواط ا مونجي كما هكا ونخليهم غير في البلاكار. ولا ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا. ما تنسوناش بهذاك الجيم وربي يحفظكم وينوركم ان شاء الله. هاي لا لي كيش تاعنا كيجو طريين ومقرمشين. نتلاقوا في فيديو قادم ومع السلامه.